هل عمرك حسيت إنك مش مهم؟ إنك وحيد حتى وإنت وسط الناس؟ إنك موجود بس محدش شايفك؟ حاسس إنك ملكش حد يحتويك أو يهتم بيك؟ ما بتعرفش تكون علاقات أو تكون قريب من حد؟ لو ده حصل فممكن تكون شايل جواك جرح اسمه الإهمال العاطفي. تعال نتعرف مع بعض يعني إيه جرح الإهمال العاطفي، وإيه أسبابه وأثره على حياتك، وإزاي تبدأ تتعافى منه. جرح الإهمال العاطفي مش لازم يكون حصل بسبب إساءة مباشرة. هو ببساطة بيحصل لما الطفل يحتاج حضن وما يلاقيش، كلام حلو أو تشجيع أو حتى نظرة اهتمام وما يلاقيش. لما يحتاج احتواء من أب أو أم وما يلاقيش، يحس إنه لوحده وملوش حد يحبه أو يهتم بيه. لما مشاعرك وأحزانك يتم تجاهلها، لما محدش يسألك مالك أو يقولك حاسس بيك، لما تحس الوحدة وانت وسط أهلك، لما تحس إنك مش قريب لا من أب ولا من أم. تعالوا نتعرف على أسباب الجرح الأخرى. النشأة في بيت المشاعر فيه مش ممنوعة بس مش معترف بيها. الأب والأم مشغولين أو مش بيعرفوا يعبروا عن حبهم ودعمهم النفسي لأولادهم. التركيز على النجاح والسلوك بدل الاحتواء والدعم النفسي. كان بيتم تجاهلك وقت الألم بحجة تكبر دماغك أو مفيش حاجة تستاهل أو مش عايزين وجع دماغ. جرح الإهمال العاطفي بيأثر علينا كبالغين بشكل كبير، زي الإحساس بعدم القيمة أو إنك غير محبوب، صعوبة في التعبير عن مشاعرك أو حتى فهمها، بتخاف تطلب احتياجاتك علشان مش متعود حد يلبيها، بتختار علاقات تشبه بيئتك القديمة، علاقات تحس فيها بالوحدة والإهمال وعدم الاحتواء، أو حتى ما بتدخلش في علاقات خالص لأنك مش متعود على القرب والحميمية، وبتدخل في علاقات من طرف واحد بتبقى متعلق بالآخر والآخر مش شايفك أصلا. عندك شعور عميق بالوحدة، بتحس بالوحدة وانت حتى وسط الناس. عايزة أقولك إنه اللي ما تشافش وهو صغير بيكبر يدور على عين تشوفه، بس ساعات بيكون هو مش شايف نفسه أصلا ولا عارف يحبها، لأنه مش متعود على إنه حد يشوفه أو يهتم بيه أو يحبه. جرح الإهمال العاطفي ممكن يخليك تعيش في حالة من الفراغ الداخلي والوحدة. بتنجح في الشغل، تبان قوي، لكن جواك في طفل صغير لسه مستني حضن وأمان. تعالى نعمل تمرين بسيط يساعدك تبدأ تعيد الاتصال بنفسك. التمرين هو عبارة عن رسالة للطفل اللي جواك ولحظة اتصال حقيقية بيه. أغمض عينيك بالكامل وخذ نفس عميق، شهيق من الأنف، زفير من الفم، نفس عميق من أسفل البطن، شهيق من الأنف، زفير من الفم. تخيل الطفل اللي جواك واقف قدامك، هو انت بس أصغر. بصله بعين المحبة وقوله أنا شايفك وسمعك وحاسس بيك. أنا آسف إني سبتك لوحدك، ومن هنا ورايح أنا هبقى دايما موجود علشانك واسمعك. خليك مع المشاعر اللي هتطلع أيا كانت، حتى لو كانت دموع، أيا كانت المشاعر اللي هتطلع حسها وراقبها. قوله انت محبوب ومميز ومهم. أنا آسف على إنه الرسالة اللي وصلتك كانت غير كده، بس أنا معاك وهحبك وههتم بيك من هنا ورايح. اكتب له رسالة بعدها حتى لو بسيطة، أي رسالة فيها حب واحتواء، أي كلمتين كان نفسك تسمعهم وانت صغير. انتهى التمرين. جرح الإهمال العاطفي مش بيتشاف، بس أول خطوة إنك تعترف بيه وتبدأ تحضن نفسك من جوه. لو حسيت إنك محتاج دعم أعمق أو جلسات تحرر ممكن تساعدك تلمس الجرح وتحرره بأمان،
اكتبلي في التعليق، ولو حبيت التمرين أو حسيت بإيه قولي كل ده في التعليقات. كان معكم آلاء ماجد، معالجة متخصصة في تحرير المشاعر والصدمات. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك تمارين أكتر تساعدك في رحلتك للشفاء. بتمنى لك السلام والشفاء والمحبة لأنك تستاهل.